كيف ممكن تتغير حياتنا اليومية بعد رفع العقوبات عن سوريا؟ وأخيراً رح نقدر نمشي على خرائط جوجل بدون ما نسأل شوام على الطريق ويضيعونا، ورح نقدر ندفع من الموبايل بدون ما نحمل شوالات المصاري، وما عاد نحتاج VPN لنحدث البرامج ونحمل الملفات ونفتح المواقع اللي حاضرتنا ونشتغل عن بعد مع أي جهة أو منصة بالعالم ونسحب أرباحنا بدون وسطاء وتحايل، والمغترب يبعت حوالة بنكية لأهله بدون ما يطير المبلغ على مكاتب الحوالات، ورح نقدر نشتري من النت ونشترك بالخدمات ونسجل بالكورسات، ولما ندور على جنسيتنا بالموقع منلاقيها، ورح توصلنا كل المنتجات والأدوية والتكنولوجيا وبدون تهريب. وخلاص ما عاد نضطر نشتري السيارات القديمة وبأسعار غالية، لأنه رح تفتح الوكالات ونشتري منها مباشرة. لأول مرة من 40 سنة رح يولد السوري بدون عقوبات، أو يكون مرفوض بس لأنه سوري، وهالفرصة ما بتنعاد مرتين، لهيك بدنا نحافظ عليها ونكون مستعدين لنستثمرها. ويلي قدر يتحدى أصعب الظروف ويبدع أكيد هلأ رح يبهر العالم بإنجازاته ونجاحاته. وانتو يا أصدقاء سألتوا حالكم